لمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، عقدت جبهة التحرر العمالي لقاء حواريا بعنوان السياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر، وذلك في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، بمشاركة الخبير والمستشار اللبناني في التنمية والسياسات الاجتماعية أديب نعمة، وبحضور أمين عام جبهة التحرر العمالي الوليد شميط، ونائب رئيس التقدمي زاهر رعد، ومفوضين والمؤسسات الرديفة في الحزب، ورئيس اتحاد نقابات عمال الكيماويات سليمان حمدان، وأعضاء الأمانة العامة، وممثلي الجبهة في وكالات الداخلية، وممثلي الفروع القطاعية. وفي كلمة ألقاها أشار شميط إلى أن التواصل واللقاءات الحوارية الاجتماعية مع الطبقة العاملة والنضال من أجل تحقيق المطالب العمالية المحقة هي العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة. بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، كان اختيارنا للاحتفال بهذا العيد بشكل مختلف هذا العام. أولاً، نظراً للظروف الإقليمية والمحلية الغير مستقرة. ثانياً، لفعالية وانعكاس اللقاءات الحوارية الاجتماعية الإيجابية على الطبقة العاملة والعمل على النضال لتحقيقه على كافة الأصعدة والمجالات، بعد تكوين الفكرة الأساسية وتحديد نقطة الانطلاق، وخاصة في مثل هذه اللقاءات الحوارية، مثل تصحيح الرواتب والأجور والحلول المقترحة، السياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر، النظام التقاعدي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوضع الحالي، التقديمات، متى يتم تنفيذ النظام التقاعدي، وغيرها من اللقاءات المجدية، أفضل بكثير من لقاءات المعايدة في هذا العيد. فالنضال المستمر هو الطريق لاستعادة الحرية والكرامة وتأمين لقمة العيش. أما نعمي فاستعرض الواقع الاجتماعي منذ العام 1960 وما خلصت إليه بعثة إيرفت حول التكوين الطبقي الاجتماعي، متحدثا بإسهاب عما أطلق فيما بعد من دراسات وبرامج اجتماعية لغاية يومنا هذا، مشددا على أن أي رؤية متكاملة لسياسات اجتماعية فاعلة يجب أن تنطلق من تقييم حقيقي للواقع الاجتماعي استنادا إلى مؤشرات وأرقام، وأن لا يكون التقييم مرتبطا بقرار مسبق. وأكد نعمي أن الحماية الاجتماعية يجب أن تندرج في إطار السياسات العامة. اليوم الحكومة الحالية هي حكومة واعدة، وعليها أن تولي القضية الاجتماعية اهتمام أكبر بكثير مما توليه حتى اللحظة. الخطوات العملية التي يجب أن تكون حتى الآن هي أن يجري البدء فورا بتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة، تبنتها ومسؤولة عن تنفيذها وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن يجب وضعها بسياق أشمل. على سبيل المثال، يجب أولا أن نجري تشكيل لجنة وزارية من عدد من الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي لكي تضع هذه الخطط وتبدأ التنفيذ. ثانيا، أن يجري توحيد الجهود على سبيل المثال بين ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من نظام المساعدات الاجتماعية مع المشروع الذي هو قيد النقاش بموضوع البطاقة الصحية، مع موضوع إصلاح الضمان، مع موضوع إصلاح التعليم. يعني على الأقل هذه القضايا 3-4 يجب أن تكون حزمة واحدة وتنفذ بالتزامن وبشكل مشترك ومتضامن من قبل الحكومة والوزراء المعنيين. إن صوغ ورسم سياسات واستراتيجيات التنمية الاجتماعية من الركائز الأساسية لمعالجة القضايا الاجتماعية، لا سيما أنها عملية متكاملة، وتكمن أهميتها في ترجمة النمو المتوازن المستدام تجاه كافة شرائح المجتمع والقطاعات والخدمات، كما أنها مسؤولية مشتركة لمختلف الجهات المعنية لتحقيق السلام الاجتماعي والحماية والتنمية الاجتماعية.